بما ان الجو حر جدا بقى فلازم المشروبات المتلجة اللي زي دي. هنعمل مشروب ساقع متلج كده يرطب على قلبنا في الحر ده. ايس كوفي وبطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش هيكلفك حاجة. كوبايتين حليب وبس كده. هنعمل العظمة دي. ما شاء الله عليها حاجة كده يعني الطعم خطير ومش مكلف، يعني بدل بقى ما تشتري حاجة ساقعة أو الكلام ده لأ. هتعملي ده بقى وفي نفس الوقت يعني حاجة مغذية للولاد وطعمها يجنن. حاجة كده يعني مرطب فظيع. هنعمل الأيام الجاية دي إن شاء الله مشروبات كتير جدا. هنجيب ربع كوباية من المية أو 3 معالق كبار مية. تمام كده. هنحط 3 بواكي اللي هو الكابتشينو بالبندق. لا أنا بحبه كده، يعني ممكن انتي نسكافيه أي حاجة. ممكن نسكافيه بلاك براحتك خالص، اللي انتي حابة تعمليه اعمليه. يعني أنا بحط كابتشينو بالبندق ده بقى بيخلي طعم الكوفي يجنن. طعمه حلو جدا. هنحط ايه؟ ال3 معالق مية كبار و3 بواكي من الكابتشينو بالبندق و3 معالق سكر كبار. وهنضربهم في الخلاط كويس جدا. ممكن تحط الكلام ده كله في ازازة مية صغيرة وتقعدي ترجي فيهم. بس هيتعبوا ايديكي. وعلى ايه بقى؟ احنا هنعمله في الخلاط ضربتين 3 كده ويبقى زي الفل كده قوي. على فكرة انت لو عايزاه يبقى يعمل فوم كبير كده يبقى هتعملي النسكافيه البلاك، هو اللي بيعمل فوم عالي جدا. انا فضيت بقى في الكوبايات كده شوية، يعني حسب ما انت حابة تحطي حطي. وهنحط بقى مكعبات تلج كده علشان يبقى بارد ومتلج كده وايه، واللبن كمان ساقع جدا من التلاجة. مش في الفريزر، يعني كان في التلاجة بس ساقع جدا. والتلج بقى وعظمة. ولا هنحط سكر تاني نهائي، هو سكره مظبوط جدا ده بالنسبة لي طبعا. يعني انت ممكن تدوقيه، عايزة تزودي سكر زودي براحتك. انا اقلبه بقى بالمعلقة كده. طبعا النسكافيه او الكابتشينو اللي احنا عملناه لازق تحت كده تقيل جدا. فلازم تقلبيه كويس قوي. شايفين العظمه دي؟ واديت بقى للولاد يرطبوا على قلبهم في الحر ده. حاجه كده عظمه ما شاء الله عليها جميله جدا. ما ننساش بس يا بنات نصلي على النبي ونعمل لايك للفيديو. واللي ما اشتركش معايا في القناه يشتركي علشان يوصل لكم كل جديد. والله العظيم طعمه جميل جدا. ممكن بقى تحط فوق الوش كده صوص شوكولاته، صوص كراميل، براحتك خالص. انا بالنسبه لي هو كده وبس. عظمه ما شاء الله، حلو جدا جدا. انا بقى وانا بدوقه كده يعني شربت شويه. لا مش قادره اسيب الكوبايه بقى، لازم اخلصها بجد بجد. طعمه رهيب. وبقول لك ما كلفناش حاجه، يعني كوبايتين حليب وكيسين الكابتشينو والكلام ده. يعني حاجه مش مكلفه خالص. جربوه يا بنات، جميل جدا جدا وبألف هنا وشفا للي جربه.